اهلا وسهلا بيكم يا اصحابي. جبت لكم النهارده طريقه لو البلاي ستيشن بيلاج معاك او مثلا وانت بتلعب في فريم دروب، بتفتح الصور، بتفتح الستور بطيء. فالطريقه دي هتحل اغلبيه المشاكل بتاعتك. انت بس امشي بخطوات بتاعه الفيديو خطوه خطوه، وان شاء الله البلاي ستيشن هيتحل معاك. ولو عملت الخطوات اللي في الفيديو والبلاي ستيشن لسه بيلاج والطريقة ما نفعتش، كده معناه في غير سبب واحد بس لتهنئ البلاي ستيشن، وده ان البلاي ستيشن فيه تراب. المروحة فيها تراب، المفروض تنضفه. اول حاجة هنعملها ان احنا هنروح على الطاقة. تمام. وبعد كده خيارات الطاقة وإيقاف تشغيل جهاز البي اس 4. في اللمبة البيضة دي هنستنى لحد ما تطفي خالص. اول ما تطفي هندوس دوسة مطولة على زرار الباور. هنسمع اول صوت، نفضل دايسين وما نسيبش ايدينا لحد ما نسمع تاني صوت. اول ما تسمع تاني صوت تحوش. تمام. بعد كده هنوصل الدراع بالبلاي ستيشن عن طريق السلك. بعد كده هتظهر لنا الواجهة ديت. هننزل نختار خامس اختيار، إعادة إنشاء قاعدة بيانات. ندوس موافق وبس كده. مبروك عليك، البلاي ستيشن رجع زي الأول وأحسن.